السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. هنعمل النهاردة مع بعض التريليتشا المانجا او اشطوطة المانجا. القشطوطة بتترطب على قلوبنا كده، وطبعا ما فيش حد فينا ما بيحبهاش. هنعملها النهاردة بدون دقيق سبونج، بمكونات بسيطة وان شاء الله تطلع ناجحة معاكي من اول مرة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. لو اول مرة تشوفيني ساعدني انضمامك للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول حاجة معانا كوباية وربع من الدقيق، دقيق عادي متعدد الاستخدامات. وكمان معانا ربع كوباية من النشا. انا هنا بستخدم الكوبايات المعيارية، تقدر تستخدمي الكوبايات بتاعة المجات الشاي العادية. هننزل عليهم بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وبعدين نبتدي ننخل المكونات الجافة بتاعتنا. بعد كده هننزل بنص كوباية من السكر، وعليهم 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، بيضات حجم وسط، وهننزل عليهم بمعلقة من الفانيليا. كمان هنضيف معلقة من محسن الجل. معلقة محسن الجل هنا هي البديل لدقيق الاسبونج. هننزل كمان بنص كوباية من المية، مية عادية مش سخنة ولا حاجة، وهنبتدي نضرب بالمضرب الكهربائي المكونات بتاعتنا كويس. احنا هنا في الوصفة لازم نستخدم معلقة محسن الجل، لان هي هتغنينا عن الدقيق الاسبونج، فضروري ان هي تكون معانا في الوصفة. هنضرب المكونات بتاعتنا لحد ما نبتدي اللون بتاعنا يكون فاتح، والقوام بتاعنا بيكون بالشكل ده، قوامها مظبوط جدا كده. خلاص هنوقف ضرب، وبعدين نستخدم الاسباتيلا علشان نقلب من المكونات من تحت علشان نتأكد ان مفيش اي حاجة في قاع البولة بتاعتنا. معانا الصينية او الحاجة اللي هنخبز فيها، بنمسحها بدهنة من الزيت، وبعدين بنفرد فيها ورقة من الزبدة، ورق الزبدة. الصينية هنا انا استخدمت مقاس 30 في 40. بنوزع الخليط بتاعنا بتاع الكيك بالشكل ده في الصينية او الصاج. تقدري تستخدمي مقاس اقل من كده علشان يطلع معاكي السمك اعلى شوية، ده حسب راحتك. بعد كده بنبتدي نوزع بالخلة او العصاية بتاعت الشيش بالشكل ده علشان الكيك بتاعنا يكون كله متساوي. بندخل الكيك بتاعنا في الفرن على رف وسط لمدة من 20 ل 25 دقيقة. بيطلع معانا بالشكل ده. بعد كده بنضيف عليه ورقة من الزبدة على الوش، ونقلب الكيك بتاعنا، ونبتدي نفك الورقة اللي في القاع الكيك بتاعنا الزبدة، وده بيكون سمك الكيك بتاعتنا. بنرجعها تاني الصاج او الصينية ونسيبها تبرد تماما. انا هنا فضلت ان انا انقلها في الصينية البايركس عشان تدينا شكل احسن، وعلشان كمان السمك معايا يكون كويس. شلت الطبقة من فوق من على وش الكيك، وقطعتها نصين، ونزلت النص الاولاني في الصينية، وعملت له تشريبة بكوباية من اللبن البارد، وبعدين ضفت طبقة كمان عليها، وعليها كمان كوباية من اللبن البارد. هنا بتشرب الكيك بتاعتنا اسفنجية جدا، وبتشرب كمية اللبن كلها. عايزة تضيفي اللبن تاني مفيش مشكلة زي ما تحبي. هنبتدي نعمل الكريمة بتاعتنا، عبارة عن كوباية من الكريم شانتيه، عليها معلقتين من اللبن البودرة، عليها ربع كوباية من السكر، وكمان كوباية من المية الساقعة المتلجة. هنبتدي الاول نضرب المكونات بتاعتنا بالمضرب الكهربائي. احنا هنا بنضيف السكر لان الكريمة بتاعتنا غير محلاة، كريمة خام. لو هتستخدمي كريمة محلاة يبقى خلاص ما فيش داعي للسكر، وبرده كمية السكر ممكن تزوديها عن كده، ما فيش مشكلة. بننزل كمان بننزل بنص كوباية من المية المتلجة بالتدريج علشان نظبط قوام الكريم شانتيه بتاعنا او الكريمة. هنا يبقى انا استخدمت كوباية ونص من المية المتلجة على كوباية الكريمة او الكريم شانتيه بتاعنا. هنا القوام بتاعه بيكون بالشكل ده.
بعد كده بننزل بالكريمة بتاعتنا على الكيكة. بعد ما تكون بردت تماما، بنتأكد ان هي بردت تماما، بنوزع الكريمة بتاعتنا بالشكل ده على الكيك. بعد كده بنستخدم السكرابر او اي حاجة عندك ممكن تنعم بيها شكل سطح الكريمة بتاعتنا. بعد كده بندخلها الفريزر لمدة ربع ساعة. بعد ما بنخرجها من الفريزر وتكون الكريمة بتاعتنا شدت معانا، بننزل بطبقة من المانجا المكعبات. هنا بنستخدمي اي نوع مانجا انت بتفضليه. بنقطع المانجا بتاعتنا مكعبات بالشكل ده وبننزل بيها على الكيك بتاعتنا. وبعد كده بندخلها التلاجة تاني لمدة برضو ربع ساعة، علشان يكون معنا القوام كويس وتكون اتمسكت تماما. وده بيكون شكلها بعد ما خرجناها من التلاجة. بنبتدي نقطع القشطة بتاعتنا بالشكل ده. شايفين قد ايه شكلها تحفة وقوامها متماسك. هي مش محتاجة اي حاجة تانية للتزيين اكتر من كده. بنقطع منها القطع بتاعتنا وشكلها بجد وطعمها تحفة جدا. الكيك بتاعتنا طرية جدا واسفنجية وشاربة كمية اللبن بتاعتنا كلها. لو حابة تضيفي كمية لبن كمان عن كده، هي بتاخد ممكن اكتر من كوباية من اللبن. طعمها بجد روعة. كريمة مع المانجا مع الكيك في منتهى الجمال. اتمنى تجربوها وتقولي رأيكم. لو عجبك الفيديو لايك وشير وكومنت حلو زيك، واشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله على خير، ومع الف سلامة.